السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قعدت على السطح معاكم في الهواء وفي الشمس والجو الحلو ده، لأن الواحد بصراحة جو البيوت تحس ان جو الشقق فيه خنقة شوية، وفيه اكتئاب وفيه كآبة. غيري وجددي من نفسك، لو عندك بلكونة اطلعي اقعدي فيها وانطلقي واعملي اللي انت عايزاه. المهم، انا النهارده ولادي قالوا لي اعملي لنا بقى على العشاء شويه فطاير من اللي بتعملوا لنا يا ماما، محشيين بالجبنه والفلفل والزيتون. قلت لهم على عيني وراسي. بناء على كلامهم طلعت جري، قعدت فوق على السطح في الشمسيه الحلوه دي جنب شويه الفراخ بتوعي، وقلت اما اعمل لهم شويه الفطاير نعملهم مع بعض ونشوف ان الخطوات انا عملتها قبل كده بس هعيدها لتاني مره. معايا معلقه كبيره من السكر. اولا انا هنا معايا مقدار كيلو ونص من الدقيق. هنزل عليه باتنين باكت خميره فوريه، يعني ما يعادل معلقتين ونص او 3 كبار. تمام. هحط نص معلقه بيكنج باودر، ما تكتريش. انا طبعا ما عنديش خل، لو عندي خل الخل كمان بيساعدني اكتر كمان على هشاشه العجينه. تمام. معايا عدد 3 بيضه، 2 بيضه كاملين وبياض بيضه وحشت الصفار بتاعها اهو لدهان الوش لوش الفطاير. تمام. ده الصفار شلناه على جنب كده ونحطه. نعم. بس الاول نحط رشه الملح. حاضر يا قلبي. ومعايا رشه ملح. ايه يا قلب ماما، ما تلبخنيش يا روماندا. تمام. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. معايا هنا كمان باقي عندي كده معلقه لبن بودر. تمام. لو انت بقى عندك تمام شويه حلوين كده تحطي لي ما لا يعادل عن معلقتين كبار لبن بودر. بس هنا انا حاططهم ليه؟ عشان بحب احطهم، لان انا هنا معايا لبن رايب. يا بنتي هتوقعي لي الحاجه. لا دي من الجبنه دي. معلقه لبن بودره اللي معايا متوفر، لو عندك حطي 3 معالق. الكيلو عايز 3 معالق من اللبن البودر. بس زي ما بقول لكم باستمرار تصرفي على قد امكانياتك وعلى قد احتياجاتك في البيت عادي خالص. انا عشان معايا هنا لبن رايب هنا مروباه اهو مدفياه على النار، فبالتالي يعني ما دققتش قوي في اللبن البودر بصراحه. يعني طالما عندي المعلقه حطيتها خلاص. هنزل بقى بالبيض. تمام. وانا بقى مش هينفع اشتغل بالمعلقه، اشتغل بقى بايدي. ونلف بقى البيض كده الاول بالمكونات بتاعتي كلها كده، وبعدين هننزل ببقيه المكونات. لا اله الا الله، صلوا على سيدنا النبي، استغفروا كتير وسبحوا كتير واحمدوا ربنا على نعمه اللي لا تحصى وتعدى علينا. نعم ربنا ملهاش عدد والله العظيم، واخدين حقنا تالت ومتلت في الدنيا، واخدين ال 24 قرار بتوعنا في كل حياتنا. الحمد لله ربنا يدومها علينا نعم وستر يا رب. نعم وستر علينا، اللهم امين. مش عارف الواحد بيخرف ليه، في كل البيوت بخرف. خلاص قلبنا كله اهو. انزل بقى باللبن بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شوفوا لسه راقد في الارضيه اهو. اضطر بقى ان انا اجيبه بايدي كده عشان مش هنزله ابدا، ومش همنتج الفيديو على فكره، هنزله كده قدام الكاميرا عشان حرام ان انا اسيب اللبن الرايب ده بصراحه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هو دافي في ايدي، خلي حاجتك دايما دافيه علشان الخمر بتاعك دافيه، حاجه خفيفه جدا مش الدافي قوي عشان ما يفسدش معاك الخمر بتاع العجين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضره النبي. وزي ما انتم عارفين يا جماعه العجين اساسي، يعني لازم تعجني لا يقل عن ربع ساعه. ولو عندك بقى عيانه هنوديها للدكتور. الجو الشتا بيخلي الطيور والبني ادمين. هتمشيها؟ اوعي تربطيها ولا حاجه. صحت خفت كشفت عليها. شاطره يا مانج. المهم نرجع بقى هنا. ما انا حطيته بقى في العجين بتاع ماما. ثواني بس عشان معايا هنا. بس حاضر. العجين اهم حاجه، اساسي تعجني فيها كتير جدا. بالاول خدي على الناشف مع تكوني عارفه مقدار. بس يا بنتي. لا ما تحطهاش. لا ده انا هحطها بره ما اخلص. تكوني عارفه مقدار الميه. لازم برضو تنزلي لي كده على الناشف فتره طويله علشان تديها عرق وتديها كده هشاشه معاكي، وتدي العجينه تبقى مفتحه من جوه. تمام. صلوا على النبي. انت بتعملي ايه؟ اسكتي الله يصلح حالك. انا حاسه ان فيديوهاتي بتسقط بسبب. قولي لهم قولهم نجحوا ماما واشتركوا ماما في القناه. هو مش سامعينك يا رومانت.
خايفه من ايه؟ خلاص شوفوا انا بعجن على الناشف ازاي. معايا بقى شويه الميه دول بس يا رومان، ارجعي ورا. اخلص بس ونعمل سوا ماشي. نخلص بقى عجين ونرجع عشان الفيديو ما يطولش عليكم. يا بنتي اسكتي. بسيب العجينه ترتاح لمده 5-6 ثواني وارجع اعجن فيها تاني. ليه؟ علشان تعززي لي فيها العرق بتاعها وتبقى ناعمه في ايدك وانت بتعجني. طبق فيه شويه ميه هتبلي ايدك وهتبداي تعجني كده اهو، علشان العجينه تفضل طريه في ايدك وما تعذبكيش في العجن، وكمان تديكي نتيجه ممتازه، يعني نتيجه انت اصلا تكون راضيه عنها. مش عارفه اتكلم بقى وانا بعجن. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يا بت الله يصلح حالك. طب بس روحي بس الله يصلح. خلاص العجينه معايا اهيت ما شاء الله، لسه ما ضفتش عليها ولسه ما خلصش فيها عجن ونعمت في ايدي. ليه؟ مجرد ما انت يعني بمعدل كل 5 دقايق سيبيها لي بس 5 ثواني وارجعي لتلي فيها تاني. تمام. هنزل بقى معايا يعني انا عايزه نص كوبايه زيت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هكون هنا عارفه المقدار كده، عشان دايما بنشتغل في الحاجات دي بنكون عارفين ايه المقادير بالنظر كده. طبعا انت لو اول مره لازم تعايري لي بالكوبايه، نص كوبايه كفايه او اقل من نص كمان. نعم. حبه زيت. زيت ليه؟ هتعجني؟ طيب خلاص بس واجيب لك حبه. نلم بقى الزيت كده يخش في الدقيق بتاعنا ونرجع تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هنزل كمان بمعلقه من السمنه من الزبده من المتوفر عندك، هتنزلي بيها. مش عايزه تضيفيها ما تضيفيهاش، يعني دي اختياريه، لكن انا بصراحه بحب احطها لانها بتطري العجينه جدا. تمام. وتبداي برده تعجني زي ما انا عجنت في مرحله الزيت، على برده ما من السمنه هتقطع معاكي، ما تقلقيش خالص، افضلي لتي في العجين. اصلا العجينه دي بالذات يعني عامه عجائن اي معجنات في الدنيا بتبقى محتاجه عجن كتير جدا، وبالذات العجينه دي. خليك بس ايه مركز كده على العجينه كده اهو. شوفوا بقى انا عايزاها هي في ايدي اصلا ناعمه جدا. طبعا انا لو عندي هنا الرخامه لازم تضرب العجينه دي جدا يا جماعه. كان زمان ساكن تحت بيتنا فرن مخبز، فكنا نفضل طول الليل نسمع الضرب كده زمان وانا صغيره، يعني نسمع ضرب بالليل جامد قوي. هم بيعملوا ايه؟ بيعجنوا في ايه؟ فاكتشفت ان العجين ده لازم ينضرب على الرخامه جدا جامد. انا بعمله تحت برضو على الرخامه بتاعتي، بس عشان بقى ايه حبيت ان انا اطلع النهارده فوق على السطح في الشمس كده والهواء. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الفيديو هيطول عليكم، اخلص برضو معاكم العجين وارجع لكم تاني. خلاص العجينه بقت عامله ازاي في ايدي، بعجن فيها بقالي فتره طويله جدا على فكره. ما شاء الله وصلت النتيجه اللي انا عايزاها ترضيني. اهم حاجه عشان تحصلي على عجينه ممتازه لازم تديها حقها في العجين. خلاص نغطيها بقى لحد ما تختمر، ونجهز معانا الفلفل بتاعي والحشو بتاعي. ما شاء الله تبارك الله عمرك معايا اهي. انا كمان لسه هخمرها تاني لما اجي اقطعها، يعني لما اخلصها كده هظبطها في الصينيه بالحشو بتاعها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله العجينه ملمسها ما انتوش، اتمنى ان انتوا تحسوا بالملمس زي ما انا حاسه كده، حاجه مزيكا كده. ما شاء الله روعه روعه تحفه. صلوا على سيدنا النبي. حشي ايدك يا ابو ماما، حشي ايدك. وصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقطعها بقى. حاضر يا قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. ما تخافش يا قلب ماما. ما تخافش يا روحي ما تخافش. القطه استني بس يا روماند. بدينا على زيت ليه بقى؟ عشان ما تلزقش مني لما اجي اشتغل بيه. تمام. اي يعني بصراحه ما شاء الله، يعني ما شاء الله زيت كتير قوي بصراحه هنا. ماما بس انزل كده سوي بس ركز. عورتك ده خربشتك يا زياد يا قلب ماما. فيها مشكله ديت؟ معلش يا قلب ماما معلش. انت خدت ايه يا روماند؟
انت سهتيني وانا شغاله ومش واخده بالي منك. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلص بقى تقطيع ونوريكم النتيجه بعد ما نخلص. اخوك حبيبك يا قلبي ماما. لا ازعل منك يا مانك. لا هزعل منك. معلش يا زين معلش. جبت الدم ازاي؟ معلش كده بقولك عايزه اقولك افصل. خلاص قطعناهم. ادوني الكميه ديت. انا هنا مكبره ومصغره لحاجه في دماغي انا هعملها دلوقتي لاولادي. الحله بعد ما شلت منها العجين مش لازق فيها عجين ولا اي حاجه. نغطيها بقى واحنا شغالين فيه. ناخد بقى اول واحده بدانا فيها. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على حضره النبي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الحشو معايا هيكون ايه بقى بالصلاه على النبي كده. انا هنقول مع بعض الحشو بالتالي. معايا زيتون، معايا جبنه. طبعا انا كنت النهارده عامله جبنه قريش، النهارده هعمل جبنه تانية. ما عنديش بصراحه قريش يعني. تمام. ومعايا فلفل الوان مقطعاه قطع. ده الحشو بتاعي. انت بقى عايزه تحشي اي حشو تاني براحتك. زي ما انا قلت لكم ده كلها حاجات اختياريه. احشي بالطريقه اللي تريحك. شوفوا العجينه مش عايزه اقول لكم ملمسها روعه. بالف هنا وشفا على قلبهم وعلى قلب اللي هياكل. اللهم امين يا رب العالمين. جميله جدا وشغلها حلو قوي. الشغل في العجين اصلا بيبقى مريح نفسيا يعني. حلوه بصراحه. واي نعم متعب شويه في العجين بس ربنا يدينا الصحه. شغله بيبقى حلو قوي بصراحه. شد بس من قدام كده شويه علشان اعرف اشتغل في بس يا قلب ماما عشان اعرف اشوف مصالحها. طبعا احنا هنفردها بسمك مش رقيق قوي. تمام. وهنبدا نوزع عليها العجين الخلطه بتاعتي بالشكل اللي هوريه لكم دلوقتي. هنشوف مع بعض اول واحده وبعد كده نبدا نشتغل علشان الفيديو ما يطولش عليكم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني اظن انتوا مش حاسين وانا حتى بشدها قدام منكم قد ايه الشغل فيها مريح يعني. حلو بصراحه. العجينه تخدميها عجين بصراحه تديكي نتيجه ممتازه سواء كان في شغلها او في اكلها. خلاص نعمل ايه بقى. هناخد بقى جبنه من العلبه كده اهو. اعملي بقى زي ما انت عايزه. بصرف انا بصراحه بحب ان انا اتصرف بطبيعتي معاكم يعني. ما بحبش ابقى مصطنعه اي شيء. بتصرف بطبيعتي خالص. والطبيعه دايما مفيش احسن منها. خليكي دايما بسيطه في تصرفاتك وفي افعالك. خلاص وزعت الجبنه بالشكل ده كده. طبعا انا بحب اشتغل بالجبنه قريش قوي يا جماعه بس للاسف مش موجود او مش خلصانه من عندي بصراحه. الحاجات ديت عادة صعب جدا الواحد يحصل عليها يعني. مش بسهوله الواحد. نوزع بقى الفلفل بالشكل ده وكمان الزيتون. والزيتون ده اختياري. مش عايزه تضيفيه ما تضيفوهوش يعني حاجه ترجع لك. تمام. انا كمان معايا هنا حشوه تانية هقول لكم عليها دلوقتي. تابعوا الفيديو للنهايه ان شاء الله توصلوا لنتيجه ممتازه في الحشوات بتاعتي. ان هم حشوتين الجبنه بالفلفل وحشوه تانية هنشوفها مع بعض. بس انا مش عايزه ايه. عايزاكم كده تبقوا قاعدين معايا ما تسيبونيش كده وتطلعوا من الفيديو. تمام. هنعمل ايه بقى بعد ما عملنا كده. هنتني اول واحده كده بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. وهناخدها تاني مره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيب النبي. ونقلبها كده اهو عشان هي طريه في ايدي جدا. وهنرجعها تاني كده وتلحمي لي قوي الطروف دي جدا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبيها بالشكل ده. السكينه فين؟ تمام. هنشيل بقى الحاجات دي. انا ما برميهاش بشتغل بيها تاني. تمام. لان حرام ترمي اي حاجه يعني. اي حاجه حرام تترمي بصراحه يعني. طاسه معايا اهي. انا مش عايزه فيها اي حاجه بس عشان انا كنت حاسه انها ايه. عشان متزقش بس مني بس. صاج بقى صينيه عندك الموجود عندك يا حبيبتي. اشتغلي بالموجود. ونقطع الفطاير بتاعتي. اول حاجه هنقطعها هو الشكل ده. تمام. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حبيب النبي. شايفين. وكمان مش عايزه اقول لكم ملمسها عامل ايه كمان. تسيبي مسافه ما بين الواحده والتانيه علشان خاطر هيخمر تاني. هتتخمر تاني معايا. كان تمام.
صغيره، الفطيره الصغيره اللي انا قلت لكم انا ليه عاملاها صغيره. انا عندي ولادي ما بيحبوش ولا فلفل ولا زيتون في الاكل، فبالتالي هضطر ان انا اصغر لهم واحده على قدهم كده واعمل لهم بالجبنه بس، علشان بيفضلوا يا حبايبي ايه يتاذوا من الاكل جدا، ما بيبقوش حابينها خالص. كمان هعمل لهم فطيره تانية برده بالحشوه التانية برده ساده بدون فلفل وبدون زيتون. تمام. دايما تشوفي هما بيحبوا ايه وتمشي عليه، ولادك وجوزك واهل بيتك كلهم يعني. ظبطيها كويس ونقصها ونحطها. دي مش هيكون فيها ولا زيتون ولا فلفل، خلاص. برضو هتكون بنفس الموضوع. بسم الله ما شاء الله. بس كده بالجبنه بس. ماشي تمام. خلصنا صاج معايا بالجبنه والزيتون والجبنه بس. دي بقى هنعملها الحشوه التانية. بسم الله ما شاء الله. العجينه يا جماعه يعني ايه، ربنا يصلح حالنا بصراحه، حلوه جدا، حلوه قوي ما شاء الله. الحشوه التانية هي ايه، صلوا على سيدنا النبي الاول كده. ولو ما دوستوش اشتراك لحد دلوقتي، لو تكرمتم دوسوا لايك للفيديو، ولو بتتابعوا الفيديو وما بتشاركوش في القناه لو سمحتم لو تكرمتم دوسوا اشتراك، مش هيخس عليكم اي حاجه. الحشوه التانية هي لانشون، وهنعمله كده اهو بالشكل ده اهو كده اهو في العجينه كلها. هتشوفوا تقطعها دلوقتي كمان شكله حلو قد ايه وجميل قد ايه. حلوه قوي الحشوه دي كمان، حلوه جدا للولاد بيحبوها يعني بيتبسطوا منها بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نحط بقى فيها زيتون ولا هنحط فيها جبنه ولا نحط فيها اي حاجه، هي معتمده على اللانشون اللي فيها وخلاص. تمام. نشد بقى كده العجينه بتاعتي ونلحمها كويس بالشكل ده كده عشان ما تفكش معاكي. ركزي علشان ما تفكش منك وانت شغاله فيها. طبعا بصوا انا هنا اهي، بصوا هنا كده انا كده معايا، انا ما برميهاش على فكره، بخزنها كده عشان هعيدها تاني، اني العجينه انت مكلفاها ومظبطاها، فيعني ايه حرام حرام ان انت تضيعيها يعني. بسم الله ما شاء الله. هتقطعيها كده وادي الشكل بتاعها، ده الشكل بتاعها. طبعا هنسيبها تختمر. انا هنا عشان دهنت الارضيه ديت زيت فبتفك معايا. شوفوا شكلها بصراحه تحفه بصراحه. هنوزع برضو ونسيب مسافه علشان ما تعملش ببعضها. شوفوا جميله قد ايه ماما. يعني انت ممكن تعملي ثانيه يا حبيبتي، تعمليها لعيالك الصبح وهم رايحين المدرسه، هتحطوا لهم 2 قطعه من دي وقطعه من دي وهياكلوا بالف هنا وشفا. العجينه فيها لبن وفيها بيض وفيها سمنه وفيها ايه تاني، فيها كل حاجه، لبن وبيض ودقيق وزيت وسكر وخميره، حاجات حلوه قوي على فكره. انا مش مركزه. المهم ان العجينه تغذي ولادك عن العيش اللي بيجي من بره. وكمان الحشو بتاعك انت بتعمليه، ممكن تعملي لانشون بيتي وتحشي كمان بيه الوصفه بتاعتك دي كمان. تمام ما شاء الله. شوفوا بألف هنا وشفا على قلبهم وعلى قلب اللي هياكل منها يا رب. برضو بنعمل واحده ثانيه بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم، بشيل كل شويه الفيديو علشان مش عايزاكم طويل وثقيل عليكم. خلصنا بقيه الفطاير بتاعتي كلها، الكميه بتاعت اللانشون والجبنه واللانشون بالجبنه. كمان هنا عايزه اوريكم حاجه عملتها. لا مش هنا، مش باينه هنا، مش عارفه هي باينه في اي صاج اهو. دي بقى عندي كده قطعتين لانشون صغيرين مش عاملينهم قطعتهم قطع صغيره بالجبنه وعملتها برضو. تمام. يعني لو انت مثلا عندك كميه بسيطه قطعيها قطع صغيره واحشيها بالجبنه تبقى برضو ممتازه معاكي. وانا بقى شغاله كده جوزي رن عليا وقال لي اعملي لي واحده بالعسل. يا سيدي مش هتنفع، قال لي لا انا عايزه واحده بالعسل. فعشان ما زعلوش قلت له حاضر تحت امرك. وبصراحه انا اول مره اعملها، يعني انا لا دي مش هتنفع، انا اول مره اجربها وهجربها معاكم. نفعت هقول لكم والله نفعت بمصداقيه في اخر الفيديو. تمام. هاخد بقى ده العسل الابيض اهو، وكمان كان عندي شويه زيتون اسمها ايه زبيب، قلت كمان احشيها كمان بالزبيب. تمام. هو العسل تقيل ما شاء الله، يعني العسل ده كويس قوي على فكره، بس ايه هو المفروض بقى يترش كده. انا اول مره اعمل الفكره ديت، بس انا مش عشان هو طلبه، طبعا لازم طلبه يتنفذ مجاب فورا. خلاص شايفين شكلها، ثواني بس كده بعد ما حطيت عليها الزبيب اهوت. والله يا جماعه انا ايه ده افتكاسه، يعني انا ما مش عارفه بقى تطلع حلوه تطلع وحشه. هقول لكم بالمصداقيه هي هتبقى طعمها عامل ايه ان شاء الله باذن الله. يعني لو طلعت مظبوطه هنعملها تاني. ادي شويه الزبيب. تمام. نتنيها بقى ونوريها في الاخر. شوفوا شكلها هي بالعسل
مش عارفه بقى ايه النظام، ايه النتيجه، ربنا يعديها كده على خير وتبقى مظبوطه وايه، وربنا يكرمنا قدامه كده. طبعا انا عايزه المعلقه فيها عسل يا ولاد. هدهن بقى وشها حبه البركه وسمسم برده زي الفطير بالظبط برده. تمام. ندهن بقى ايه، ثواني بس اخلص بس يا قلبي. ماشي يا روح ماشي. ادي اول حاجه احنا اشتغلنا فيها اهي، ما شاء الله شايفين بتتعمل ازاي. طب افتح لها يا زياد، روح يا زياد اجي. افتح لها. افتح لها. تمام. ندهن بقى وشهم كده. ده ايه، ده صفار البيض انا شفته قدام منكم مع معلقتين لبن. وهندهن وشها، ومعايا هنا طبعا حبه البركه هنا، ومعايا سمسم هرش وشها. مش عايزه اطول عليكم، نخلص واوريكم هنعمل ايه بعد كده. الصينيه عامله ازاي في الفرن، ما شاء الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شكلها تحفه. دايما بقى تضيري كده وتقلبي علشان تبقى مظبوطه معاكي كلها، مختمره وحلوه ازاي، منتفخه ازاي، خدت كده خمرها في كده. وهنا الصواني بتاعتي اهيت. تمام. اللي بالعسل والزبيب في جنب لوحدهم اهو، اللي انا معرفش هو اختراع صح ولا غلط. تمام. وادي بقيه الفطاير بتاعتي. نخلص بقى الفيديو، ولما تطلع الفطاير كلها اوريها لكم باذن الله عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بس عايزه اوري لكم من تحت، شوفوا التسويه من تحت جميله ازاي. ساعه ما تحسي ان الحرف ده احمر خلاص تعرفي ان هي استوت من تحت. شايفين من تحت ما شاء الله. نبدا بقى نحمر بقى من فوق ما شاء الله. التسويته من تحت كلها حلوه زي بعضها ان شاء الله باذن الله زي الفل. الاضاءه هنا طبعا ضلمت شويه، بس بحاول على قد ما اقدر اوريكم منظر الفطاير. لو تاخدوا بالكم في الاخر هنا دي الفطاير اللي بالعسل اللي فيها الزبيب. تمام. هو العسل نزل منها اهو، بس ايه يعني بس ثواني بس. طب ثواني. شوفوا الفطاير مختمره ازاي في الفرن، شكلها وريحتها تحفه. والله طلعت صجان مش بألف انا وشفا، كلهم من ورايا بألف انا وشفا على قلبهم يا رب. خلاص خلصنا فطايرنا ونزلنا خلاص ما شاء الله. ادي اللي بالعسل وبالزبيب اللي اتطلبت مني من جوزي. شكلها وطعمها هي بصراحه شكلها كويس تمام، وريحتها برده كويسه، لكن طعمها ايه انا مش قادره احكم عليه. هترمي من جوه يا حبيبتي. تعالي بقى معايا هنا كده. ادي الفطاير بتاعتي اهيت، شوفوا ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر، حاجه كده تحفه. دي اللي بالجبنه والزيتون. تمام. يعني بصوا الفطاير مش عايزه اقول لكم قد ايه روعه وتحفه. دي اللي باللانشون اهيت، ودي كانت بالجبنه برده اهيت. فعشان هم اكلوا من ورايا كتير جدا فمبقتش عارفه انا هوريكم ايه. ودي برده بالجبنه والزيتون ما شاء الله تبارك الله، روعه وتحفه. ارجع بقى ورا. دوسوا لايك للفيديو لو سمحتم، لو تكرمتم. الفيديو تحفه وجميل جدا ومشروع مربح لاي حد ممكن يعمله. اعملي بالكيلو وطلعي زي ما انت عايزه. ربنا يوفقنا جميعا ويكرمنا جميعا، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. ماشي.